بلاتي نسولك، واش عمرك سولتي راسك علاش كاين ناس تبدلات حياتهم في شهور قليله فقط بينما كاينين ناس اخرين بقاو سنوات كامله في بلاصتهم؟ واش عمرك شفتي شي واحد كان عادي بحالك بحاله وفجاه ولا ناجح وعنده دخل وعنده بزاف ديال الفرص، والناس كاملين بداو كيهضروا عليه وكيقولوا شوف كيفاش تغيرات حياته، وغير عاد كان ما عنده حتى شي حاجه وشوف كيفاش قدر انه يحقق واحد النتائج في حياته اللي زوينه بزاف. اليوم غادي تعرف السر اللي اغلب الناس مازال ما فاهمينوش، واللي بزاف ديال الناس ناجحين ما غاديش يجيو وغادي يقولوه لك اولا غادي يشاركوه معك، واذا بقاو غافلين عليه راه غادي يبقاو متاخرين بزاف على العالم الجديد اللي كيتبدل بسرعه كبيره. وخليك معايا حتى لاخر الفيديو حيت في النهايه غادي نعطيك الفكره الا فهمتيها مزيان تقدر تبدل حياتك كامله، طريقه تفكير كامل وتخليك تشوف النجاح من زاويه مختلفه تماما. الناس اللي كيظنوا ان النجاح كيتطلب سنوات طويله راه ما عارفين والو على هذا الشيء هذا. لان راه الانسان الناجح راه كيقدر انه يحقق نتائج زوينه في حياته ولكن في مده قصيره. والناس اللي كنشوفهم ما ناجحينش كيقولوا لك الاغلبيه ديالهم راه ما عندناش حظ، راه هذاك الشخص عطاتو الايام، ولكن راه ماشي هذا الشيء كاع اللي كاين. راه الحقيقه مختلفه تماما. دابا العالم تبدل واللي فهم قواعد جديده يقدر يربح في الوقت ويطور راسو بسرعه كبيره بزاف. المشكل ان بزاف ديال الناس مازالين عايشين بنفس العقليه القديمه، كيضيعوا ساعات طويله في التفكير والخوف والتردد، وفي نفس الوقت كاينين ناس اخرين بداو كيتقدموا عليهم وبداو كيحققوا نتائج لي زوينه في حياتهم. الفرق الحقيقي ماشي في الذكاء فقط وماشي حتى في الفلوس، الفرق الحقيقي هو شكون اللي عرف يستغل الفرص الجديده قبل ما يفوت الاوان. اي شخص كينجح بسرعه راه ما كيديرش اشياء خارقه، هو فقط عارف كيفاش يخدم بذكاء وكيفاش يخدم داك الذكاء ديالو اكثر من الناس اللي باقيين خدامين بنفس الطريقه القديمه. لان الوقت تبدلات والعصر تبدل، ما يمكنش الانسان يبقى عايش بالطريقه القديمه وكيطبق الطريقه القديمه في حياته اليوميه، لان راه هذيك ما غادي توصلك حتى شي نتيجه، بالعكس الباب ديالها مسدود وكتخليك دائما في نفس المنطقه اللي انت فيها. دابا ركز معايا مزيان، اغلب الناس كيضيعوا وقتهم كامله في حوايج ما كتهمهمش وما غاديش توصلهم حتى شي بلاصه وما كتقربهمش حتى شي نجاح. كيبقاو يقلبوا على الكمال وداك الكمال راه ما عمرهم يلقاوه، كيبقاو يتسناو الوقت المناسب والوقت المناسب ما عمر يلقاوها، كيبقاو خايفين من كلام الناس ولكن راه ما عارفينش بان راه الا نجحوا وحققوا نتائج زوينه راه حتى شي واحد ما غادي يعيش ديك العيشه اللي غادي يعيشوها هما، وكيبقاو ياجلوا البدايه كل نهار حتى الغدا ونبدا حتى البعد ونبدا. ولكن الناس اللي سبقوا فهما راهم شادين واحد الطريق اللي زوينه، والبدايه اهم من الكمال. لان واخا تكون عندك كاع المعلومات راه الا ما بديتيش راه ما غاديش توصل حتى شي نتيجه. وكاينين اشخاص اللي بداو من والو قدروا يحققوا نتائج زوينه حيت ما كانوش كيتسناو الكمال عادي يبداو. كل شخص ناجح اليوم بدا بخطوه صغيره، ولكن الفرق انه بدا ما بقاش كيأجل، بينما الناس الاخرين بقاو غير كيفكروا فقط. وفي هذا الوقت اللي كانوا فيه كيترددوا وكانوا كيفكروا، ناس اخرين كانوا كيتعلموا كيطوروا من راسهم وكيجربوا، واخا كيغلطوا كيرجعوا يوقفوا ويكملوا، ما كيبقاوش واقفين فقط، بالعكس كيزيدوا يكملوا الطريق ديالهم باش انهم يزيدوا يطوروا من راسهم اكثر. وكل غلط كيعتبروه تجربه فاشله اللي تعلموا منها واحد الدرس. العالم اليوم كيجازي الناس السريعين في التعلم وفي التطبيق، ماشي الناس اللي كيبقاو غير كيتفرجوا. شوف اي مجال اليوم الناس اللي كيطوروا بسرعه هما اللي كيتعلموا مهارات جديده وكيجربوا فرص جديده وما كيبقاوش خايفين من التغيير، لان فعلا العقل ديالنا راه ما كيبغيش التغيير، ودائما كيعطينا واحد الاشاره ديال الخطر بان راه الا خدمتي هذه وانت ما عارفهاش مجهوله راه ما غادي تعطيك حتى شي نتيجه. ولكن الانسان اللي كيكون ما كيخافش من التغيير هو اللي كيقدر يحقق نتائج زوينه. واخطر حاجه ممكن ديرها هي انك تبقى مقتنع ان الحياه ديالك غادي تبدل بوحديتها. راه الحياه ما كتجيش وكتبدل بوحديتها، انت طريقه ديال التفكير ديالك هو اللي غادي يبدل لك حياتك.
حياتك. النجاح كيبدا من العقل ديالك، من القرارات الصغيره اللي كتقدر ديرها كل نهار، ومن العادات اللي عندك، ومن الناس اللي كتمشى معاهم واللي كتعرفهم، وكذلك حتى من المحتوى اللي كتدخل لعقلك بشكل يومي. اذا كنتي كل نهار كتضيع وقتك في حوايج ما عندها حتى شي قيمه، ما تستغربش الا بقيت حياتك نفسها. اما الا بديتي كل يوم كتعلم حاجه جديده وتطور الطريقه ديال التفكير ديالك، غادي تبدا تشوف التغيير بالتدريج. كاين سر مهم بزاف الناس ما كيهضروش عليه، الناس يعني كيسكتوا وما كيبغيوش يطبقوه وما كيبغيوش يعاونوا الناس الاخرين به. النجاح اليوم ما بقاش للاقوى، ولكن ولا الأذكى فقط. النجاح ولا اللي كيستغل الادوات والفرص بسرعه هو اللي كيقدر انه يزيد القدام. والناس اللي فهموا هذه الفكره راه بداو دابا كيسبقوا الجميع. يمكن دابا كتقول فراسك واش فعلا نقدر نبدا حياتي؟ الجواب نعم، ولكن خاصك تبدل العقليه ديالك. اولا خاصك تحبس من داك الصوت اللي كيقول لك ما غاديش تقدر. خاصك توقف المقارنه ديالك مع الناس الاخرين. عمرك تقارن راسك بشخص اخر، وخاصك تفهم ان اي شخص ناجح كان حتى هو في شي نهار مبتدئ وما كانش عارف حتى شي حاجه وما عارفش حتى شنو هي الطريق اللي متبع، ولكن كان مآمن براسو، مآمن بالقدرات ديالو باش قدر انه يحقق دوك النتائج وباش قدر انه يطور من راسو. الناس اللي وصلوا لنتائج كبيره ما كانوش كاملين، ولكن كان عندهم واحد القرار قوي انهم ما يبقاوش في بلاصتهم. وهنا كيبان الفرق بين الشخص اللي كيتفرج والشخص اللي ناجح واللي كيصنع النجاح ديالو براسو. كل دقيقه كتضيعها في التردد راه شي واحد اخر كيستغلها باش يتقدم عليك بزاف، وهذا هو الواقع اللي بزاف ديال الناس ما باغيينش يسمعوه. فاش كتجي تبارطاجيه معاهم ما كيبغيوش يسمعوه، لان مولفين ان نهار كامل اولا ساعات طويله كيضيعوها في السوشيال ميديا وفي مواقع اللي ما غادي تنفعهم حتى بشي حاجه، وما كيطبقوا حتى شي حاجه اللي غادي تعاونهم وغادي تساعدهم انهم يطوروا من راسهم ويزيدوا القدام. العالم ما كينتظر حتى واحد، يا اما انك تطور او غادي تبقى اللور. دابا تخيل معايا من بعد عام من اليوم الا بديتي من دابا وكتعلم وكتطور راسك وكتخدم على راسك وعلى الاهداف ديالك كل نهار، شحال غادي تكون مختلف من هنا عام، وغادي تشكر راسك انك بديتي اليوم وما بقيتيش كتسنى. اما الا بقيتي كتقول مع راسك غدا نبدا بعد غدا نبدا، راه يعني من هنا عام ما غادي دير حتى شي حاجه في حياتك، غادي تلقى عام داز وانت مازال في نفس البلاصه اللي انت فيها. وهذا هو الشيء اللي كيوقع مع اغلب الناس. الايام كتدوز بسرعه والفرص حتى هي كتدوز بسرعه. النجاح الحقيقي كيبدا ملي كتقرر انك ما تبقاش انسان عادي، يعني كتعيش في نفس الروتين ديال كل نهار. كيبدا ملي كتفهم ان المستقبل ديالك بين يديك انت، ماشي بين يدي الناس اخرين وماشي بالظروف. يعني الا قررتي انك تخدم على راسك وتغير الظروف راك غادي تقدر تغيرها وغادي تطور من راسك وغادي تولي احسن. وهذه هي الفكره اللي وعدتك بها من البدايه ديال الفيديو. الناس اللي نجحوا بسرعه ما كانوش خارقين، كانوا عندهم فقط قرار انهم يتعلموا اسرع ويتحكموا اسرع ويستغلوا الفرص قبل من الناس الاخرين. وهذا بالضبط اللي خاصك تبدا ديرو حتى انت من اليوم الا بغيتي تغير راسك وبغيتي تحقق نتائج زوينه في حياتك وبغيتي تحقق اهداف كبيره في حياتك. فاذا حسيتي ان هذا الفيديو اعطاك دفعه جديده وخلاك تشوف الامور بطريقه مختلفه، دعمنا بلايك واشترك في القناه، وكذلك فعل الجرس باش يوصلك كل جديد يساعدك تطور حياتك وعقليتك. وشارك هذا الفيديو مع اي شخص محتاج يسمع هذا الكلام اليوم، وربما فيديو واحد يقدر يكون بدايه تغيير كبير في حياتك او في حياه شخص اخر. فلهذا ما تنساش انك تفعل الجرس، لان راه القديم غادي يخليك تكون نسخه اقوى منك.